السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. هنسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يلا بينا نبدأ. عندنا قلقاستين صغيرين كده بنات، وتعالوا شوفوا هنعمل فيهم ايه. بصوا بقى قبل ما نبدأ في القلقاس، انا جبت فرخة كبيرة. قولي مثلا 2 كيلو كده. وجبت كبد فراخ، كبدة فراخ يعني. المهم الفرخة الكبيرة دي هنعمل فيها ايه؟ هنخليها. ناخد منها البانيه، الصدور نعملها بانيه. وهناخد بعد كده الوراك والأجنحة والعظم اللي هو طالع من الصدور ده، والحاجات دي كلها هنسلقها ونعمل بيها قلقاس. بص، هو القلقاس باللحمة أحلى، خلينا متفقين على كده. بس طبعا دلوقتي أنا عندي العيال بيحبوا الفراخ. بس أنا يعني بالفراخ أو باللحمة، المهم تظبطي شربتك. تمام. خلاص كده، أنا دلوقتي إيه، هنقطّع القلقاس زي ما أنتم شايفين كده، تقطّعيه زي الصوابع، وتقطّعيه تاني المكعبات الصغيّرة. بس المهم إن تخلّي المكعبات قد بعض، عشان ما تبقاش واحدة مستوية، وواحدة لسه إيه، جامدة شوية، بالذات لمّا بيكون قلقاستين. لو قلقاسة واحدة قطّعي براحتك بقى، تطلع كبيرة صغيّرة براحتك، هتاخد سِوَى واحد. لكن لمّا بيكونوا قلقاستين مختلفين، تحاولي تخلّي التقطيعة قد بعض بالضبط. تمام يا بنات. طبعا هنقطع القلقاس حلو، وهننقعه في ميه وملح، وبعد كده ميه وملح وليمون، وبعد كده ميه. المهم بصوا، انا بعدي عليه مراحل غسيل ما اقولكوش. بغسله كتير قوي لغايه لما بيعمل صوت كده من كتر النظافه. وانقع الميه بتاعته دي الاخيره دي اللي انا هحطه بعديها في الشوربه تتشرب. يعني انا ما بحبش موضوع بقى ولا فوطه ولا ما يتغسلش عشان الفايده بتاعته. يمكن انا قلت لكم الكلام ده قبل كده. لا، انا لازم تبقى شوربته حلوه. وبعدين لو ما اتغسلش حلو هتعرفي ان الشوربه بتاعته تبقى تقيله ومزملقه وبتبقى ايام بيضه يعني. فلا، باغسله بابهدله غسيل الصراحه عشان يتاكل. في ناس بقى ما بتحبش تغسله وتعمله وتنشفه بالفوطه، ولا ما بتغسلوش كويس عشان الفايده بتاعته. كل واحد حر. بس انا زي ما قلت لكم كده، انا لما بسمع صوته كده في ايدي، حتى اللي بعتقه من كتر الغسيل. هنا كنت خليت الفرخه بتاعتي، واخدت بقى الحاجات بتاعتها، وخدت كام كبدايه احطهم في الشوربه عشان تعزز لي الشوربه شويه. وشلت بقيه الكبده وجبه تانية ان شاء الله ان كان لنا عمر يعني. والصدور بتاعت الفراخ اللي هي البانيه يعني خليتها برضو وجبه كمان مره. تمام كده. حطينا الحله على النار، اللي هي بتاعت الفراخ يعني للفراخ. وبعد كده يا بنات هنشوف هنعمل ايه مع بعض. ده بقى السلق بتاع القلقاس. السلق ما تاخديش العيدان بتاعته. يعني بصي تطلعي منه الورقه زي ما انت شايفه كده. أسهل وأسرع وصفة قلقاس، وأكتر حاجة خلاص بقى لي سنين كتير باعملها واتعودت عليها، هي الطريقة دي. طعمها حلو وسهلة. وهاقول لكم دلوقتي الخطوات برضه وإحنا مع بعض. زي ما شفتوا كده باخد الورق بتاع السلق، الورق بس، وجايبة حزمتين كزبرة. حزمة هاخدها مع السلق، وحزمة هادقها في الهون مع فصين توم طازة، أو توم سليم يعني هاقشّره. عشان اللي أنا باعمله في الطبق ده هاحطه في الخلاط، وهاحط عليه مكعبين توم من اللي أنا شايلاهم دول في التلاجة، و وهاخد عليهم معلقة شوربة واضربهم في الخلاط، بس كده. بُص، أنا بانزل بقى بالفراخ والكراكيب بتاعتها والكبدة وكل حاجة مرّة واحدة. قطّعت الورك على 2. وبعد كده يا بنات حطيت أهو، هانزل بالملح. إحنا اتفقنا 100 مرّة قُلنا الفراخ على طول تحطّي البهارات بتاعتها، غير اللحمة. اللحمة لمّا بتخش في السِوَى حتى اللي بنحط إيه، الملح وحاجتها يعني. تمام. بُصّوا بقى باورّيكم الهون اللي أنا عملت فيه التوم والحاجات دي. حطيت الطماطماية وحطيت البصلاية وحطيت البهارات وقرن فلفل ونُص ليمونة، وغطّيت شوربتي كده خلاص. لأ، أنا ورّيتكم الخلاط على فكرة. الخلاط قطّعت فيه حطيت فيه السلق وحزمة الكزبرة ومكعبين التوم. نيجي هنا بقى خرّطت حزمة الكزبرة اللي موجودة الخضرا، وحطيت عليها شوية توم مقشّراهم، وحطيت البهارات، شطة حمرا، كزبرة ناشفة، شوية فلفل أسود، ما حطيتش كمون خالص. وهادُقّها زي ما أنتم شايفين وإحنا كده مع بعض. هانعّمها خالص عشان دي هناخدها على مرحلتين. خدي بالِك من ملحِك، وخدي بالِك من بهاراتِك، عشان أنتِ بتحطّي على كل مرحلة شوية بهارات من البهارات بتاعتِك وملح وكده. خدت معلقتين شوربة كبار، مغرفتين شوربة، حطيتهم على الخلاط، وهاروح أضرب السلق في الخلاط وارجع تاني. خلاص الفراخ بتاعتي استوت، شِلتها من الحلة دي حطيتها في الحلة التانية، عشان الحلة دي اللي أنا هاعمل فيها السلق.
يا بتحطي القلقاس في حلة ناشفة وتزيدي الشوربة عليه، لو أنتِ مش بتعرفي تضبطي الشوربة قد إيه في القلقاس، تحطيه القلقاس على الحلة فاضية وتضيفي الشوربة عليه، لغاية لمّا تغطّي القلقاس كده حتى اللي إيه، تسيبي الشوربة يعني، يعني أقصد تكمّلي بالشوربة لغاية لمّا تغطّي القلقاس، لو أنتِ بقى بعينِك كده هتعرفي الكمية تعملي زي ما أنا عملت كده، سِبت شوية شوربة وشِلت الفراخ التانية بشوية شوربة، ونزلت عليها بالقلقاس زي ما أنتم شايفين كده. وعلى طول كده، على طول كده شوربتِك سخنة، هتنزلي بالسلق اللي مضروب في الخلاط هو والكزبرة والتوم، ما باحطش بهارات فيهم، التوم والكزبرة والسلق ضربتهم في الخلاط بمعلقة شوربة أو مغرفة شوربة واحدة أو 2 وبعد كده نزلت بيهم على القلقاس، هاسيبه بقى مع نفسه ويغلي كده القلقاس على العين التانية، وهاجيب طاسة وهاقسم أو قسمتها خلاص التحديقة دي الكزبرة والتوم، نُصّها حطيته هنا يتشوّح والنُص التاني حطيته ني مدقوق ني على القلقاس، وده إيه هنشوّحه شوية، حطيت شوية كزبرة ناشفين برضه، وهنحمّر بقى التحديقة دي كويس أوي، وهننزل بيها دلوقتي على القلقاس، أحلى شوية قلقاس، بجد أحلى شوية قلقاس هيعجبوكِ أوي إن شاء الله، جرّبي ومش هتندمي، هننزل عليهم كده أهو، بس تشوّحيهم الأول كويس عشان ريحتهم تطلع، أهو، شوية قلقاس عظمة، يا بنات عظمة بجد، كلّه خد سِوَى واحد أهو، واتسلق حلو خلاص واستوى يعني، أدي شكله في الآخر أهو تحفة، شوية رز أبيض أهُم عليهم معلقة سمنة على الوش كده تحفة برضه، وأدي الفراخ بتاعتنا بعد ما طلّعناها ما حمّرناهاش سِبناها مسلوقة لإن 3/4 البيت كلّه تعبان يعني ما رضيتش أحمّرها، وأنا مش من هواة إن أنا أحمّر الفراخ على فكرة. يا رب يكون الفيديو عجبكم يا بنات، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله.